تصدقوا إن في فنان مصري مثل مشهد موته وهو نايم جوه تابوت على خشبة المسرح، وبعدها بساعات قليلة جدا رجع بيته ومات فعلا. الصدفة دي لحد النهاردة ناس كتير بتعتبرها من أغرب الحكايات في تاريخ الفن المصري. أنا بتكلم عن الضيف أحمد، الضلع الثالث والعقل المدبر لفرقة ثلاثي أضواء المسرح. الضيف أحمد واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، اتولد 12 فبراير سنة 1936 في قرية في محافظة الدقهلية، وسط أسرة كبيرة جدا فيها 7 اخوات. من وهو صغير كان موهوب جدا، كان بيحب التمثيل والإخراج وكان بيشارك في كل المسرحيات المدرسية. ولما دخل كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة بقى من أشهر نجوم مسرح الجامعة. وفي يوم فؤاد المهندس حضر له مسرحية وانبهر بأدائه جدا، فقرر بقى إن هو يرشحه لمسرحية معاه، واشتغل معاه في مسرحية أنا وهو وهي سنة 1964. وكانت دي البداية الحقيقية للضيف أحمد في عالم الاحتراف. بعدها اشتغل في برنامج ساعة لقلبك في الإذاعة، وهناك اتعلم ازاي يضحك الناس بصوته وإحساسه من غير ما يشوف الجمهور. وفي نفس المكان سمعوا لأول مرة سمير غانم وأعجب بموهبته جدا. وفي سنة 1967 اتأسست فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم وجورج سيدهم. لكن ناس كتير ما تعرفش إن الضيف أحمد كان العقل المدبر الحقيقي للفرقة. كان بيكتب السكتشات ويخرج المسرحيات ويضيف أفكار كوميدية جديدة خلت الفرقة تحقق نجاح غير مسبوق. ومن أشهر أعماله طبيخ الملايكة، كل واحد له عفريت، وزيارة غرامية، والراجل اللي جوز مراته. ورغم إنه كان نجم كوميديا إلا إنه كان مثقف جدا وكان عاشق للفلسفة والقراءة، وكان دايما يقول إن الكوميديا الحقيقية لازم تضحك الناس وفي نفس الوقت تخليهم يفكروا. وفي السينما ورغم إن عمره كان قصير إلا إنه شارك أفلام كتير جدا لسه بتتعرض لحد النهاردة، زي مراتي مدير عام، 30 يوم في السجن، القاهرة في الليل، شاطئ المرح، وأفلام كتير جدا. وكمان كتب قصة فيلم ربع دستة أشرار للفنان فؤاد المهندس. أما في حياته الشخصية فاتجوز من نبيلة مندور وخلف منها بنت واحدة اسمها إلهام، وكانت لسه طفلة صغيرة وقت وفاته. وكل اللي عرفوه كانوا بيقولوا إن هو إنسان هادي جدا وقليل الكلام وبيعشق القراءة، ودايما مسك كتاب في إيده. لكن أغرب فصل في حياته بقى كان قبل وفاته بساعات. قبلها بيوم كان مسافر الأردن مع سمير غانم وجورج سيدهم بدعوة لحضور احتفال هناك، وبعدها رجعوا القاهرة عشان يعملوا البروفة الأخيرة لمسرحية الراجل اللي جوز مراته. والمشهد الأخير في المسرحية كان البطل نايم جوه نعش لأنه ميت، والضيف أحمد دخل التابوت بالفعل ومثل المشهد للنهاية. خلصت البروفة حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، وكان واضح عليه الإرهاق الشديد والتعب. رجع البيت بسرعة وقال لمراته إن هو حاسس إن عنده ضيق في التنفس وإنه تعبان جامد. حاول يرتاح وينام لكن الألم زاد بشكل كبير. مراته حاولت تجيب له دكتور لكن ملحقش يوصل لأن الجيران خدوه وجروا بيه على المستشفى. لكن للأسف فارق الحياة في الطريق في يوم 16 أبريل سنة 1970، وكان عنده في الوقت ده 34 سنة بس. خبر وفاته صدم الوسط الفني كله، خاصة سمير غانم وجورج سيدهم، لأنه كان بالنسبة لهم مش مجرد زميل، كان أخ وصديق وشريك نجاح. الضيف أحمد رحل بدري جدا، لكن ساب بصمة كبيرة وضحكة لسه عايشة في قلوب ملايين المصريين لحد النهاردة. لو وصلتم لحد هنا ادعوا له بالرحمة والمغفرة. السلام عليكم.